مساء الخير، مساء الهنا والرضا والسعادة على أحلى عيلة وأحلى ناس. مساء الخير يا حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، والضغط على زر الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. مساء الهنا، مساء الرضا، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة على أحلى عيلة وأحلى ناس. وحشتوني 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 من آخر فيديو فات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بقالي 3 أيام ما نزلتش فيديوهات، كان عندي مشوار ضروري 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 في البلد فكان لازم انزله، فده اللي أثر معايا يعني، عشان كده ما نزلتش فيديوهات الفترة اللي فاتت دي. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتونا والله. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب يا حبايب قلبي. خلاص رمضان على الأبواب، كلها أيام ونخش على أحلى شهر وإيه وإيه الونزي، قولي الواحد بيعك في الكلام مش قادر يجمع والله. هو ده بالنسبة لي بأمانة ربنا ده أحلى شهر، يعني أيام ربنا كلها حلوة بس ده أحلى شهر في السنة كلها. يا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب حبيب قلبي. شهر الخير، شهر الفرحة، شهر اللمة الحلوة. ربنا يديم علينا يا رب لمتنا، ويديم علينا الناس الحلوة اللي موجودة في حياتنا يا رب، ويهدى العاصي كله يا رب، ويبعد عننا الوحش، ويفك كربنا وكرب كل مكروب يا رب، وتريح قلبنا يا رب دايما. الحمد لله رب العالمين. ربنا ما بيعملش حاجة وحشة والله يا حبايبي، كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا خير من ربنا. الحمد لله، انا حمد ربنا على اللي يجيبه. ربنا يديم علينا نعمته وصحتنا، ويديم علينا حالنا ومحتلنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا لسه راجعه من البلد حالا، زي ما قلت لكم بقالي فتره ما صورتش، فقلت ايه اعمل معاكم روتين خفيف كده، علشان بقالي 3 ايام النهارده ما صورتش. فقلت ايه روق بقى الدنيا كده على خفيف في الصاله، وكان عندي غسيل لميته نطبقه بقى مع بعض ونشوف بقى هنعمل ايه يا حبايبي. النهارده باذن الله باذن الله يا رب يعني ساعه كده ولا حاجه ننزل بقى نشتري الحاجه اللي عايزينها بقى رمضان. كفايه علينا بقى كده، ناس كتير جهزت حاجتها، انا لغايه دلوقتي ما جبتش اي حاجه في البيت. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. ان شاء الله باذن الله نجيب بقى حاجتنا اللي احنا عايزينها باذن الله النهارده يا حبيبي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب ملناش غيرك، استرها معنا دنيا وآخرة يا رب. الجو لسه برد، وعندنا في البلد هناك الجو أبرد من القاهرة بكتير. يمكن الدنيا هنا في القاهرة بتبقى زحمة شوية، البيوت مغطية على بعضها حبة. عندنا في الفلاحين أكترية البيوت بتبقى مبنية في الزراعة، فالجو هناك عايزة أقول لكم برد 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 على الآخر. الحمد لله رب العالمين جيوه، الحمد لله على كل حال. مشوار البلد ده بيهد الحيل والله يا حبيبي، بيهد الحيل، بس لما بتبقى مضطرة لحاجة عايزة تتعمل لازم هتنزلي لها، هتسافري لها. ولما يكون حاجات أوراق حكومية حاجات زي كده عايزة تخلص برضو لازم هتروحي لها. وأنا بدعي ربنا الواحد يخلص المشاوير دي كلها قبل رمضان. السفر في رمضان بيبقى صعب كتير، السفر في رمضان بيكون صعب يا حبايبي، فإن شاء الله يا رب يسر لنا أمورنا يا رب،
وفك كربنا وريح قلبنا، وفك كرب كل مكروب يا رب، وريح قلبنا كلنا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله عايزه اخلص الحوارات دي كلها قبل دخلة رمضان باذن الله يا رب يا حبايبي. مين لسه ما حطش اللون زلايق بقى؟ مين لسه ما حطليش لايك يا حلوين؟ حطوا له لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. لازم نفضي بس الايد دي. نكنس بقى الارض يا حبيبي. بس كده بتبقى سايبه التراب ناعم مكانها. نجيب بقى يا حبايب قلبي شوية مية نضيفة كده نمسح بهم بقى الأرض كده يا حبايب قلبي. جبت شوية مية نضيفة، شوية مية عليهم شوية كلور، عليهم شوية صابون، شوية فينيك، نخلوا الدنيا كلها زي الفل. الأيام اللي فاتت دي كلها تراب وهوا مغرق الدنيا كلها. مهما تمسح الواحد، مهما الواحد ينسى الدنيا برضه غرقانة. وعندي في الشقة البيت اللي قدامنا زي ما انتوا سامعين التكسير، بيكسروا عندهم حمامات ومطبخ ومش عارفة ايه، فمبهدلين الدنيا بقى كلها. الله يعينهم ويقويهم يا رب، الله يعين الناس كلها على حالها.
مفيش احسن من النظافه والله يا حبايبي. اقسم بالله انا جيت من البلد لقيت الشقه تضرب تقلب، كل حاجه مرميه، اللي بيجي من بره بيرمي كله في الصاله. الواحد ما بيجيلوش صبر يلاقي حاجه عايزه تتروق ولا تتمسح ويقعد ما يعملهاش. ما عنديش حد يعمل لي، يعني انا لو قعدت ما عنديش حد يعمل لي. وانا من النوع اللي لو في حاجه في بيتي عايزه تتعمل حتى لو انا تعبانه ما بيجيليش صبر ان انا اقعد وهي عايزه تتعمل. قلت بقى ايه، الواحد ياخدها نص عصر كده وخلص اللي وراه، وبعدين يدخل ياخد شاور بقى كده وايه، وينام من بهدله السفر. الله يعيننا ويعين الناس كلها على حالها يا رب. المواصلات بقت وحشه والناس بقت وحشه، معرفش الدنيا ايه اللي جرى فيها. اقسم بالله الواحد بقى يقابل ناس بحس ان انا من عالم والناس كلها بقت من عالم تاني لوحدها. ورجعنا بقى على المطبخ يا حبيب قلبي، نغسل بقى ايه البوتاجاز ونروق الدنيا كده. الدقيقة وحشة يا حبايبي، الدقيقة وحشة. يا رب فكها علينا وعلى كل متضايق يا رب، حق الأيام المفترجة. ريح قلبنا وفك كربنا وهمنا يا رب، وافرجها علينا من وسع يا رب، افرجها علينا من وسع يا رب. عندنا في الفلاحين يا حبايب قلبي الأراضي هناك كتير، واللي بيبني في أرض، فهناك بقى المساحات ما شاء الله، البيت اللي بيبقى على جرات واللي 2 واللي 3، مش زي شقق والمدن هنا كلها كده زي علب الكبريت على رأي اللي بيقول. هناك المساحات كبيرة واسعة، أحلى من هنا بكتير. الواحد بيحمد ربنا على حاله والله، الحمد لله على كل حال، احنا أحسن من غيرنا بكتير. بس صعب ان الواحد يفضل عايش عمر بحاله وفي الوسعة وفي المساحات الكبيرة وفي الخلا، ويجي يبقى قاعد في حاجة صغيرة بالشكل ده. بصراحة تبقى حاجة تزهق وحاجة تخنق. الحمد لله على كل حال، ربنا يفرجها علينا وعليكم وعلى كل متضايق يا رب من وسع، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب فكها علينا على كل متضايق يا رب. ندخل بقى ايه المواعين المغسولة دي مكانها، ونغسل اللي عايز يتغسل.
نغسل بقى يا حبايب قلب الكوبايات اللي عايزة غسل. نشف بقى الحوض يا حبايب قلبي. كنت جايبة خضرة ونعناع عايزين يتنضفوا. ننضفهم بقى كده وايه، نحطهم في كيس نظيف. هنا يا حبايب قلبي نضفت الخضرة زي ما انتوا شايفينها كده. خليها ايه عشان اعمل منها السلطة. هنا نضفت اللهم صل على النبي جماعة يا بنزي النعناع يا حبايبي. حطيتهم بقى برضو في الكيس كده. يا رب ملناش غيرك، استرها معانا دنيا واخرة يا رب.
خلاص يا حبيب قلبي كده روقت المطبخ. نطلع بقى نشوف الصالة نشفت ولا لأ علشان نفرش السجادة بتاعتها يا حبايبي. ورجعنا بقى على الصالة، الحمد لله نشفت. نفرش بقى الأرض. الأرض تلج تلج يا جماعة، والله تلج. طبعا انا بتني الحته دي علشان الباب ما بيفتحش. كنت اتمنى ان السجاده كلها تتفرش بس الباب ما بيفتحش. كانوا بيقولوا البرد اسبوع بس، ده شكله مش عايز يمشي. ده احنا بقالنا اكتر من 10-12 يوم على ده الحال. هوا وتراب، مفيش شمس خالص. يا رب مالناش غيرك، استرها معانا دنيا واخره يا رب. كده يا حباب قلبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. حبيت اشارككم يومي زي ما قلت لكم، بقالي 3 ايام ما صورتش. حبيت اشارككم يومي عشان لسه راجعه من البلد والله زي ما قلت لكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناه ودعوه حلوه من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، وضغط على زر الجرس وتفعيل كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي، مشاهده الاعلانات خدمه لاختكم الصغيره. فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي، شاهدوا لي الاعلانات عشان الاعلانات هي اللي هتدخل الربح للقناه. انا لسه فاضل لي شرطين ما خلصوش، فان شاء الله معاكم وبيكم باذن الله قناتي تكبر وتتفعل للنهايه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.